الفوز بالعشر الأواخر. خلاص يعتبر احنا على مشارف أول ليالي العشر الأواخر، وانت قلبك لسه زي ما هو. فين اللي انت كنت مخطط له في رمضان؟ فين القلب السليم اللي كان هدفك؟ من غير مقدمات كتير، انت في اشد الاحتياج لاستقبال الايام دي بقلبك. انت محتاج جدا لرحمات ربنا التي لا تحصى في الكام يوم الجايين. اهم الخطوات لازم تتوب، مفيش وقت تاني تتوب فيه. لو ما توبتش دلوقتي اترك ذنبك الليلة وقول من قلبك يا رب تركته ابتغاء مرضاتك فاقبلني. تاني حاجة، زود على ورد استغفارك وصلاتك على النبي ورد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فوالله لو عفى الله عنك آتتك حاجتك دون مسألة. تالت حاجة، صلاتك على الوقت وبجماعة، والسنن الرواتب ما تفرطش فيها. رابع حاجة، اختم المصحف ختمة جديدة في العشر الأواخر، أثرها على قلبك هيكون مختلف. خامس حاجة، إياك تفكر في أي هدف غير إنك تطلع من الأيام دي قلبك متغير بقلب جديد وربنا يعفو عنك. سادس حاجة، ادعي دعائك مستجاب. مش هوصيك على نفسك لكن هوصيك على أحبابك. مفيش حد مش محتاج الدعاء ولك المثل. سابع حاجة، اتصدق كل يوم بصدقة مختلفة، مرة في مسجد، مرة المستشفى، مرة الفقير، وهكذا. الفكرة انك لازم تدوق طعم كل عبادة في الايام دي وتدخل لربنا من كل باب. انت ما تعرفش ممكن تتقبل من انهي باب فيهم. ده غير انك لو بالفعل وافقت ليلة القدر هيتحسب لك كل عمل من دول وكأنك بقالك تقريبا 84 سنة بتعمله. تخيل انت اصلا ممكن ما تعيش 84 سنة. دي فرصة ذهبية، وعلشان تفوز صدقني لازم يكون هدفك الوحيد هو عفو الله عنك واصلاح قلبك وهدايته. ولو ده حصل فعلا فانت فزت دنيا واخره، فوز عظيم. ليلة القدر محدش عارف بالظبط هي امتى، ومفيش دليل قاطع انها يوم 27. اجتهد من بعد المغرب بكره ولحد اخر يوم رمضان، وقول لنفسك رمضان ده مش هتفوتني ليلة القدر واندم عليها زي كل سنة. السنة دي هعتبر كل ليلة من العشر انها ليلة القدر.